وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فالطريق إما فرقة وفتنة في معية الشيطان وبلاء وضياع وخراب للبلدان، وإما جماعة وألفة في رضا الرحمن ونعم وقرار وأمن وأمان، ثم نعيم وتبحبح في الجنان. وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس فقال: إن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، فالفرقة مرتع للشيطان وركض للذل والهوان ودمار للأوطان وعذاب وخسران. ولزوم الجماعة خير ورحمة وحصن ونعم متوالية، وإن تخلفت حظوظ أو ضاقت بها نفوس. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة.